احنا بنمر في الوقت ده بضيقات مادية كتير، وبنمر بمشاكل وأخبار حروب وقتل وناس بيطلعوها من بلادها، ومناظر صعبة خالص بنسمع عنها الفترات اللي فاتت. واللي يقول لنا هنعوم الجنيه لغاية ما يغرق، مش عارف هو غرق ولا لسه. تلاقوا الاقتصاد بينهار والبلد بتنهار، وفي ناس كتيرة بدأت تحس ان حياتهم على الأرض ملهاش لازمة، نموت أحسن، نرتاح أحسن. فمرة واحد من الشباب قال لي صدقني لولا ما ان الانتحار هيدخلني الجحيم كنت عملته أول خطوة بدون ملجأ لأي حد. عشان كده في ناس وصلت لمراحل صعبة، ممكن كلنا وصلنا للمراحل دي أو يعني بدرجات، لكن إزاي أعيش في بيتي جوه بيتي اللي هو المفروض البيت بتاعي هو المكان اللي برتاح فيه، مش كده ولا ايه؟ حتى بيوتنا بقت فيها مشاكل وفيها خناقات وحاجات صعبة كتير. بلا شك، مش عارف قلتها لكم قبل كده ولا لا، بلا شك هتلاقوا انه كل المشاكل بلا استثناء في بيوتنا، كل المشاكل بلا استثناء في بيوتنا تبدأ بحاجات تافهة. دوري كده مع جوزك ودور مع مراتك ايه سبب المشكلة اللي حصلت ووصلت ندخل ابونا وندخل سيدنا وندخل مش عارف مين، ناس كتيرة تدخل. انزل تحت خالص لبداية المشكلة، انزلي تحت خالص لبداية المشكلة، هتلاقوا المشكلة ايه؟ حاجات تافهة جدا. تقعدوا تضحكوا مع بعض، ايه ده؟ معقولة؟ لانه الشيطان لما يحب يبوظ بيت بيرمي البذرة. مين اللي بيسقي البذرة؟ احنا. مين بيكبرها؟ احنا. مين بيهتم بيها؟ احنا. وصلت؟ حد معايا في الكلام اللي بقوله؟ حد معترض؟ مش كده؟ مش كده؟ طيب، عشان كده النهاردة ازاي نعيش حياة تستحق ان تعاش؟ ازاي نعيش حياة في المسيح في بيوتنا، حياة تستحق ان تعاش؟ هنقرا مع بعض في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 2 من اول عدد 1. في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك. ولما دعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس، ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر. قال لها يسوع ما لك ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أم للخدام مهما قال لكم فافعلوه. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد 2 أو 3. قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ، فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا حينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل، أظهر مجده فآمن به تلاميذه، مجدا للثالوث القدوس إلهنا آمين. هناخد مع بعض 3 خطوات. روح القدس بعت لنا 3 خطوات لو عايز تعيش في سلام في بيتك، لو عايز بيتك يبقى فيه سلام بالرغم من مشاكل، بالرغم من الضيقات، بالرغم من مضايقات واختلافات في الرأي كتيرة. تعالوا مع بعض ناخد 3
خطوات مهمين جدا من الأعداد اللي قريناها النهاردة. كلكم عارفين ان معجزة عرس قانا الجليل المكان الوحيد اللي اتذكرت فيه فين؟ انجيل يوحنا. في 7 معجزات كبار ما تذكروش في ال3 اناجيل، اتذكروا فين؟ في انجيل يوحنا بس. لذلك ينفرد انجيل يوحنا عن ال3 اناجيل التانيين انه بيقدم حاجات مختلفة عن الاناجيل الباقية، ليه نظرة تانية من ناحية تانية للمسيح كلاهوت كابن الله. اول حاجة حصلت، دعوا المسيح والتلاميذ أم العذراء مريم في العرس في فرح، وحصلت كارثة، مصيبة. كلكم عارفين طبعا الناس اللي بتعدي ربنا يزود أفراحكم، لازم العلب نعدها كويس، مش كده؟ علب الأكل، ها؟ وتبقى مصيبة لو العلب خلصت قبل ما الفرح يخلص، الدنيا باظت. وفي ناس بتيجي عشان العلب زي ما انتم عارفين يعني. فحصلت كارثة في الفرح. الخمر ده كان حاجة أساسية جدا في العرس ده أو في الفرح ده، ما ينفعش يخلص. وكانوا يشربوهم كتير 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 لغاية ما يسكروا، وبعدين يدولهم من شوية الخمر البايظة كده كده بدل ما نرميها يشربوها كده يعني. فخلصت الخمر واحنا لسه بنقول يا هادي في الفرح، فدي كارثة بالنسبة لهم. بعض الآباء قالوا إن العذراء بادرت بالتدخل في المشكلة بدون ما حد يكلم، وده الرأي الصواب يعني. راحت للمسيح قالت له ليس لهم خمر، بس سكتت. طب قولي الأسباب، طب قولي عايزة إيه، طب قولي طلباتك، ماليش دعوة. ليس لهم خمر. ولأني علاقة العذراء مريم بالمسيح في خط ساخن بينهم كده، الدنيا واصلة بينهم وبين بعض، فهي عارفة ولادها كويس، عارفة ابنها كويس، إله. يعني إيه إله؟ يعني ببساطة زي ما اتقال في سفر التكوين ليكن نور، ها إيه وراها؟ إيه وراها؟ قعدنا نعمل معادلات كيميائية وإزاي نعمل النور وإزاي نفكر، لا 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 خالص. ليكن نور فإيه؟ فكان نور، خلصت. هو مش فاضي، ما عندوش اللخبطة بتاعتنا دي، هو عارف شغله كويس وهي عارفة هو بيشتغل إزاي. فمن مميزات أمي العذراء إنها فهمها كويس، رمت المشكلة ومشيت. صدقوني زي ما بكلمكم، قالت له ايه؟ ليس له خمر، وخلاص ليش دعوه. فقال لها ما لي ولك يا امرأة. بعضكم هيقول ازاي يهين العذراء، لكن كلمة امرأة في الترجمة الأصلية للكتاب معناها ما لي ولك يا سيدتي، بيحترمها أمه. قال لها الصراحة يا أمي أنا لسه ما بدأتش قصة المعجزات والحاجات دي. قالت له ماليش دعوة، أنا شايف الناس دي حزانة ما عندهمش خمر، تصرف، ليس لهم خمر. أول خطوة لو عايز تعيش حياة تستحق أن تعاش، أول خطوة قل له ليس لي خمر. خمر يرمز لي بالإيه؟ بالفرح. والمية يرمز ليها بالإيه؟ بالحياة الروتينية اللي بيدخلها الملل والمشاكل في البيت. أنا ما عنديش خمر، ما عنديش فرح، أنا عندي روتين ممل، عندي مشاكل كتيرة في بيتي، ليس لي خمر، ليس لي فرح. وأكتر واحدة عن اختبار بقولها لكم اهو، أكتر واحدة تساعدك وتساعدك في المشاكل في البيت، في حل المشاكل يعني، العذراء مريم. تشفع بالعذراء مريم في أي مشكلة بينك وبين مراتك، بينك وبين جوزك. يعني حاولي على قد ما تقدري، حاول على قد ما تقدر، قول لربنا كده أنا جاي لك
مع أمي العذراء وأقول لك ليس لي فرح. نفسي أفرح بس مش عارف. ودي أول صلاة وأول خطوة ناخدها مع بعض نطلبها من ربنا، ليس لي خمر. يقول الكتاب مسكت الخدام بعد الكلمتين اللي هو قالهم لها وقالت لهم طلبة صعبة يستحيل قبولها إلا لو هي قالت لهم. قالت للخدام إيه؟ مهما قال لكم ففعلوه. عارفين مع كلمة مهما إيه؟ يعني ممكن تقول لهم إيه؟ اللي يقول لكم عليه اعملوه، بس هي عارفة أولادها كويس. الطلب اللي هيطلبه مستحيل. الطلب اللي هيطلبه مش هيعدي هنا، مش هيعدي على عقلنا. فخافت للخدام اللي في الفرح، اللي في العرس، في المكان المفرح ده، خافت للخدام يعطلوا المعجزة، فقالت لهم خدوا بالكم، ركزوا في كلمة مهما قال لكم. أنا عارفاه وعارفاه كويس وعايش معايا ليه 30 سنة، فأنا عارفاه. الطلب اللي هيطلبه صعب وفي نظركم لا يعقل، بس أبوس إيديكم ما تتناقشوش معاه، اللي يقولوا اعملوه على طول. ممكن؟ عشان كده الخدام كانوا أمناء جدا جدا. أول ما قالت لهم مهما قال لكم فافعلوه، فراح جاب الخدام قال لهم املأوا الأجران ماء. الطلب ده عادي ولا مش عادي؟ أسمع، عادي ولا مش عادي؟ عادي جدا، سهل جدا. جبنا خرطوم وحطيناه في الأوعية دي، أو جابوا جردل وصبوا وحطوا، ملوا الإيه؟ ولأنهم أمناء جدا في الخدمة بتاعتهم يقول الكتاب ملأوها إلى فوق. يعني إيه؟ جابوها الآخرة. ما فرصة بقى، في حاجة هتحصل، بس الطلب التاني مش عادي. عشان كده العذراء قالت لهم مهما قال لكم فافعلوه. قال لهم بعد ما ملوا الأجران ماء، نعمل ايه تحت أمرك؟ قال لهم استقوا الآن. نعم. ايوه ده مش هتصلي على الأجران يعني؟ مش هتعمل حركة كده سحرية تعمل لنا شو كده ولا تعمل لنا منظر ولا حاجة خالص. املى اسقي كده بسهولة. ايه رأيكم أول حركة لو احنا مكانهم كنا هنعمل ايه؟ مين قالها؟ أبونا. أيوه أول حاجة هعملها ايه؟ ندوق احنا الأول، مش كده ولا ايه؟ لحسن نتكسف ونحرج ويبقى منظرنا مش حلو. أول حاجة هجيب كوباية وأعمل ايه؟ ودوق أنا، لحسن منظر لا يكون بيضحك علينا ولا حاجة. فأول حاجة هتخطر على بالنا ندوق من الخمر اللي بيتكلم عليه. هو تحول ولا ما تحولش؟ ده حتى ما صلاش، ده حتى ما عملش، يعني ما خدش 4 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا نص ساعة على ما عمل لنا الخمر. التكوين بتاع الماء غير تكوين الخمر تماما. انتوا عارفين تكوين الخمر عبارة عن مكونات معقدة جدا غير المية تماما. فإني املأوا استقوا لأنهم أمناء ما دقوش. احنا اتفقنا خدام أمناء جدا ما دقوش. أول ما قال لهم استقوا الآن، عارفين إيه بعدها؟ الكتاب يقول قدموا إلى رئيس المتكئ. طب اهدى علينا بس واحدة واحدة. رئيس المتكئ أول كوباية تتصب لرئيس المتكئ، استنى ناخد احنا مع بعض الأول. لا خالص، قدموا إلى رئيس المتكئ. بكرر تاني لأنهم خدام أمناء. الكتاب يقول أول ما قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكئ، على طول الآية اللي وراها قدموا إلى رئيس المتكئ. حاضر، أصلي أمي العذراء قالت لهم الوصية اللي يقول لكم عليها مهما افعلوا. أنا عارفاه كويس، ولدي وعارفاه. ليكن فكان، ما بياخدش وقت. عشان كده رقم 2، حد فاكر رقم 1؟ هنطلب منه نقول له ايه؟ ليس لي ايه؟ ليس لي خمر، ليس لي فرح. نفسي افرح.
الطلبة التانية أو الخطوة التانية، ثق في تدخل الله المبهر. خليكي واثقة إن لازم هيدخل، ستدخله هيبقى تدخل مبهر. لازم هيشتغل. يشتغل ازاي معرفش، يشتغل امتى معرفش، وما ينفعش تقترح عليه حلول، دي بتاعته هو مش بتاعتي انا. عشان كده كانوا واثقين جدا في تدخل المسيح في المعجزة، برغم ان ممكن يكون بعضهم ما شافش حاجة للمسيح قبل كده ولا يعرفوه، بس قوة الإيمان اللي عندهم ساعدت ان المعجزة تمشي جري بسرعة تشتغل. أول ما قدموا لرئيس المتكأ، رئيس المتكأ استغرب، قال لهم إيه ده؟ انتوا سايبين الخمرة الجيدة نظيفة الحاجة الكويسة لغاية دلوقتي؟ أنا كنت فاكركم هتدوني من الخمرة اللي بقى شوية البواقي الرواسب اللي تحت كده بتبقى في معقولة؟ طبعا هو ما كانش يعرف مين اللي عمل المعجزة، لكن الخدام عارفين اللي حصل. تخيلوا المسيح بعد ما عمل المعجزة وشاف فرح الناس، فرحة الناس في عينيهم، هو كمان فرحان. عارفين ليه؟ لأنه يعطي بسخاء ولا يعير. مهما ادالك ما يجيش في يوم يقول لك أنا أغنيتك، أنا اديتك، أنا عملت معاك خالص. عمره ما يعملها معاك، عمره ما يعايرنا. يمكن احنا مع بعض كبشر نعاير بعض، يا اللي اديتك 50 جنيه، يا اللي اديتك أرض ببلاش، يا اللي اديتك عربية، يا اللي اديتك مش عارف ايه، يا اللي اديتك. بدأنا حتى نقول لعيالنا كده، نزل بقى في عيالنا عشان ادينا لهم 5 جنيه ولا 10 جنيه. لكن هو ما يعايرش خالص. عشان كده رقم 3، ودي آخر خطوة، لو عايز بيتك يعيش في سلام، عايز بيتك يعيش في سلام، تعلم فضيلة العطاء المستمر دون المطالبة بالأخذ. رقم 3، تعلم فضيلة العطاء المستمر دون المطالبة بالأخذ. عارفين مشاكلنا في بيوتنا سببها ايه ولا لا؟ أصلي هي ما بتقوليش كلام حلو، أصل هي مش مدياني حقوقي، أصل هي ما بتعملش اللي عليها، أصل هي دي اسمها ايه؟ أخذ. أصل هو ما بيقولش كلام حلو، أصل هو مش مهتم بيا، أصل هو فالح بس في فلوسه بس، أصل هو بيتحكم فيا، أصل هو مش واخد باله من عيد الميلاد بتاعي، ولا مش واخد باله من عيد جوازنا، وتخرب الدنيا. ده اسمه أخذ. تعالوا النهاردة نقطع القصة دي تماما، القضية دي أدي بدون ما أدور امتى هاخد ولا هاخد ازاي خالص. يعني ادي جوزك كتير، ادي مراتك كتير، ادي مش فلوس بس، الفلوس دي اخر حاجة. ادي مشاعر حتى بدون مقابل. طب لما انا ادي امال مين يديني؟ مش ده سؤال بديهي ولا لا؟ لما انا ادي مين يديني؟ ما تبقاش اسف اخطيت، يعني ما تبقاش شحات وتاخد من بشر زيك. خد من مصدر العطاء. لازم بيوتنا حبايبي، لازم بيوتنا يبقى فيها مسبح. لازم خلي في كرسي كده فيه عليه صورة للمسيح مصلوب وأمي العذراء وكتاب مقدس، بس خلي ده المسبح بتاع البيت. ينفع نعملها في البيت من النهاردة؟ ينفع؟ صورة للمسيح مصلوب، هقول لكم ليه. صورة للعذراء مريم وكتاب مقدس. لما تلاقي الدنيا هاجت وماجت في البيت، اجري على فين؟ على المسبح على طول. جريك على المسبح ده تلاقي ربنا بيشتغل على طول لوحده، يشتغل لوحده. ربنا يبدأ يفرحك بطريقة ويفرحك بطريقة لا تتخيليها. عشان كده أنا عايزكم نعمل المسبح الحلو ده. اشمعنى صورة المسيح مصلوب؟ مش عارف هتوافقوني ولا لأ في اللي هقوله. الصراحة في مشاكلنا احنا مش محتاجين حد يحلها لنا أكتر
محتاجين حد حاسس بينا، صح؟ مش كده؟ تخيل كده لما تقعد جنب ابونا وابونا حاسس باللي انت بتقوله، حاسس بيك وحاسس بيكي، حتى لو ابونا ما قالش حلول بس انا طلعت من جوه نفسيا مرتاح. اكتر شخص يحسسك انه حاسس بيكي وحاسس بيك هو المسيح المصلوب. حتى معلمنا بولس الرسول في غلاطيا وكورنثوس قال لهم كده: لم أعزم أن أعرف بينكم إلا شيئا واحدا. مش عايز أعرف حاجة وسطكم غير حاجة واحدة بس، المسيح وإياه مصلوبا. مش معنى مصلوبا؟ أصل ده أكتر مشهد لربنا أثبت فيه إنه حاسس بكل ألمنا وتعبنا، إنه إله منزه عن الألم ينزل علشان يدوق الألم بتاعنا. الحاجة دي مش طبيعية، الحاجة دي مش عادية، الحاجة دي كبيرة جدا في نظرنا. عشان كده أكتر وقت وأكتر مكان هتلاقي المسيح مستنيك فيه هو الجلجثة في الصليب. اجري بسرعة وقول له على المشاكل بتاعتك، قول له: يا رب أنا عايزك تديني عارفين الكتاب يقول آية جميلة خالص: المروى يروي. يروي، المروى يروي، يعني اللي بيشرب بيسقي اللي حواليه. وصلت الفكرة؟ لما بتملي بعرف أدي، لكن لما ببقى فاضي مش هعرف أدي. هقعد زي نحاسا يطن وصنجا أرن جوه نفسي. دايما بدور على إني شريك حياتي أو شريكة حياتي ما ادتنيش حاجة، بدور على الأخذ، ده اللي بيضيعنا. لكن تعالوا ندور على العطاء، نعلم عيالنا العطاء والمشاعر الفياضة بعطاء. تختلف البيت، يختلف. جربوا كده، جربوا، حاولوا تجربوا. جربنا الأخذ وما نفعش، حصلت مشاكل كتيرة. جرب العطاء، ادي بدون ما تطالب، حتى المطالبة بدون ما تطالب بالأخذ. حد فاكر الثلاث حاجات ولا لسه؟ يلا، واحد، اطلب منه ايه؟ ليس لي خمر، ليس لي فرح، ما عنديش فرح. رقم اتنين ثق في تدخل الله الايه؟ مبهر. بس التدخل بتاعه مختلف عن تدخل البشر. رقم 3 عطاء مستمر بدون المطالبة بالأخذ. تاني يلا مع بعض. واحد، ركزوا معايا. واحد، اطلب منه. خد معاك العذراء مريم، هو يحبها قوي، يقول له: شفاعتك يا عذراء، ما عنديش خمر في البيت، ما عنديش فرح في البيت. خمر طبعا فرح، مش خمر مسكر، خمر فرح في البيت. ما عنديش فرح في البيت. رقم 2 ثق في تدخل الله مبهر. رقم 3 عطاء مستمر بدون قولوها، بدون المطالبة بالأخذ. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويجعل بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. لإلهنا المجد دائم أبدين آمين.